طريقة حرق نسخة الويندوز على الفلاشة يا شباب. يعني معانا فلاشة اهيت احنا هنحرق عليها نسخة الويندوز اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديو السابق. نسخة الويندوز طبعا احنا اتكلمنا ازاي تقدر تنزل نسخة اصلية من مايكروسوفت. تمام، النسخة الاصلية 100%. تمام، وبطريقه سهله وبسيطه. طبعا الفيديو ده انا سيبه لك فيه علامه الاي لو حضرتك حابب تنزل النسخه الاصليه من مايكروسوفت، وهسيب لك كمان الفيديو ده في شاشه النهايه، وهسيب لك الفيديو كمان في صندوق الوصف. يعني تدخل صندوق الوصف هتلاقي رابط تضغط عليه تقدر تتفرج على الفيديو، تقدر من خلال الفيديو ده تنزل نسخه الويندوز الاصليه من الموقع الرسمي لمايكروسوفت بطريقه سهله وبسيطه. طبعا دي نسخه احنا نزلناها هي من مايكروسوفت، النسخه الاصليه. ومعانا الفلاشه النهارده هنشرح ازاي نقدر بقى نحرق نسخه الويندوز على فلاشه، عشان بعد كده من خلال الفلاشه دي نقدر نعمل تثبيت لنسخه الويندوز على اي جهاز كمبيوتر او اي جهاز لابتوب. تمام، كل اللي علينا هتتابع معاه الخطوات. طبعا لو لسه ما اشتركتش في القناه ادخل اشترك في القناه وفعل زر الجرس على الكل. اول حاجه هتفتح معانا المتصفح وهنقدر نبحث عن برنامج ريفوز. تمام، ريفوز او ريفيوز. تمام، اللي هو ده يا شباب، ده برنامج اسمه ريفوز، وفي ناس تانية بتنطقه ريفيوز. تمام، طبعا اذا كان ده او ده مش قصتنا خالص، ولكن احنا هنحمل برنامج ريفيوز. طبعا هنضغط على الرابط الاولاني، يعني هنيجي في البحث هنا هنكتب RUFUS. تمام، وهنقول انتر، هيبدا يظهر معانا بالشكل ده. هنختار اول حاجه ريفيوز، هنختارها، هيبدا يفتح معايا الموقع بالشكل كده. هنيجي عند التحميل. طبعا انا النسخه بتاعتي 64 بت. 64 بت، انت لو النسخه بتاعتك 32 بت هتقدر تحمل ريفيوز اللي هو 32 بت اللي هو ال 86، لكن انا النسخه بتاعتي حاليا اللي شغاله على الجهاز 64 بت، وهحرق عليه كمان النسخه 64 بت. فكل اللي عليا هبدا اختار اول خيار اللي هو ريفيوز. تمام، هنضغط عليها وهنشيل الاعلان. هو بدا يتحمل معايا بالشكل ده كده، هو بالفعل اتحمل معايا اهو يا شباب. مجرد ان انا هضغط عليه بالشكل ده كده واقول له يس هيبدا يفتح معايا بالشكل ده. تمام، كل اللي عليا هركب الفلاشه بتاعتي في الجهاز الكمبيوتر. لو لاحظت طبعا جاب لي الفلاشه بتاعتي طبعا 16 جيجا زي ما انتم شايفين. طبعا وهنا بيقول لي اعمل سيلكت لنسخه الويندوز. طبعا نسخه الويندوز اهي زي ما انتم شايفين يا شباب اللي احنا نزلناها من الموقع الرسمي لمايكروسوفت. هنبدا نضغط على سيلكت، بعد كده نجيب نجيب الديسكتوب. هنجيب الديسكتوب. من الديسكتوب هنختار الويندوز بتاعتنا اهي، هنضغط عليها. تمام، هتبدا تنزل معايا بالشكل ده. تمام، زي ما انتم شايفين كده يا شباب. لو جينا هنا بيقول لي نوع الصيغه بتاعت الهارد بتاعتك ايه؟ هل الصيغه بتاعت الهارد بتاعتك GBT ولا MBR؟ انا طبعا الصيغه بتاعت الهارد بتاعتي MBR. لو انت الصيغه بتاعتك GBT فهتبدا تضغط على GBT عشان يبدا يوفق معاه في تثبيت الويندوز لما تيجي تثبته على الجهاز. ولكن لو الصيغه بتاعت الهارد بتاعك GBT هتبدا تختار زي ما قلنا ايه GBT، لكن انا هختار بالنسبه لي انا هختار MBR. طيب اعرفها منين اذا كانت MBR ولا GBT؟ كل اللي عليا هاجي عند This PC. تمام، هضغط عليها كده واجيب مانج. بعد كده هبدا اختار على ديسك مانجمنت بالشكل ده كده. بعد كده هاجي عند الهارد بتاعي وهبدا اضغط عليه كده كليك يمين، وهبدا اختار بروبرتيز. بعد كده هبدا اختار فوليومز. تمام، لو لاحظت هنا هتلاقي صيغه الهارد بتاعي MBR. انت هتدخل كده لو لقيتها MBR فهتختار MBR زي. طب لو لقيتها GBT فحضرتك كل اللي عليك هتبدا تختار GBT. يعني عندك انت لو GBT هتلاقيها مكتوبه عندك هنا بدل MBR هتلاقيها مكتوبه GBT. انا صيغه الهارد بتاعي كده MBR. تمام، فانا وريتك تجيبها ازاي. طيب انا بالنسبه لي كده هبدا اختار MBR. انت بقى GBT هتختار GBT، لكن انا هختارها MBR. تمام، اخترت MBR. بعد كده يا شباب جايب لك نوع الفورمات ايه. طبعا هتختار نوع الفورمات ايه. لو ضغطت على السهم كده انا طبعا جايب لي نوع الفورمات NTFS، مش جايب خيارات تانية. انت ممكن وانت بتضغط على السهم لتحت كده تلاقي جايب لك اكتر من خيار، فانت لو جاب لك اكتر من خيار هتختار برضو NTFS. يعني سواء جاب لك خيارات كتير هتختار NTFS. طيب انا بالنسبه لي جايب لي خيار واحد فخلاص انا اخترتها NTFS. تمام، البرنامج نازل باللغه الانجليزيه. طيب انا دلوقتي مش فاهم في اللغه الانجليزيه، عايز اخليه باللغه العربيه. هضغط على العلامه ديت بالشكل كده، هضغط عليها بيجيب لي
جميع اللغات اهي، دي كلها جميع اللغات. شوف اللغه اللي تناسبك وعلم عليها. انا مثلا لو ناسبني اللغه العربيه اضغط على اللغه العربيه، هتلاقيه دلوقتي بدا يعمل لي ايه؟ جاب لي كل الخصائص، المحرك، الاقراص، وزي ما انتم شايفين ريفيوز جاب لي كل حاجه باللغه العربيه. طب انا مش حابب اللغه العربيه، عايز اخليها لغه انجليزيه، هبدا اختار برضو اللغه الانجليزيه وهيبدا يشتغل معايا في اللغه الانجليزيه. تمام. اهم حاجه اتاكد على الام بي ار، بعد كده هتقول له ستارت. بعد كده هنا بيقول لك هيبدا يفرمت الفلاشه، هتقول له اوكي، وهتقول له اوكي فرمت الفلاشه، وهيبدا يعد بالشكل ده. طبعا انا عشان وقت الفيديو ما يطولش بينا هبدا اوقف الفيديو دلوقتي، وبعد كده هبدا اكمل تاني اول ما يخلص حرق الويندوز على الفلاشه. هوريكم بقى اتحرقت ازاي، واوريكم شكلها هي بتظهر في ماي كمبيوتر من جوه او في زيس بي سي. تمام. فانا هوقف الفيديو وارجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني بعد ما تمت عمليه حرق الويندوز على الفلاشه بتاعتنا في حدود، يعني خدت وقت في الحدود تقريبا من ربع ساعه ل 20 دقيقه. تمام. يعني بالكتير قوي خدت لها 20 دقيقه وتمت عمليه الحرق الويندوز على الفلاشه بتاعتنا. وهنا قال لك خلاص انت كده تمام وحرقت الفلاشه. لو شلنا كده ضغطنا على علامه الاكس خرجنا من البرنامج، يعني هنبدا ندخل على ماي كمبيوتر. تمام. هي موجوده اهي، تمت عمليه الحرق بنجاح. طبعا يا مش ظاهره معانا علامه الويندوز، لازم نشيل الفلاشه ونركبها تاني. طبعا شلنا الفلاشه وركبناها تاني، زي ما انتم شايفين ظهرت اهيت علامه الويندوز بتاعتنا. لو قفلنا الصفحه ديت وفتحناها تاني هتلاقي علامه الويندوز زي ما انتم شايفين اهو. لو ضغطنا عليها بالشكل ده هتلاقي تمت حرق نسخه الويندوز على الفلاشه بنجاح، ودي الملفات بتاعتها زي ما انتم شايفينها. اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بشكل سليم. طبعا لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل، واشوفك في فيديو جديد. سلام عليكم.